البليلة هنعمل مع بعض أجمد بليلة، ومش هتاخد مننا وقت، وتبقى أحلى فطار وتحلية. ونشوف ازاي هنسويها بشكل صح، ونشوف ازاي ندلعها ونخليها أحلى من العادي بمقاديرها سهلة وبسيطة جدا. فليه ما نعملهاش في البيت بنفسنا؟ كل ده في مطبخ أميرة ومروة. مش هنحتاج غير نص كيلو قمح بليلة، هتلاقيه في اي محل حبوب او عطار، بيبقى بالشكل ده. هننقيه كويس جدا وهندخله في مصفى سلك عشان لو في اي اتربة او حصى ينزل منه ويبقى نضيف جدا. وبعدين بنغسله كويس وهننقعه في مية لمدة ساعة، ولازم يتنقع ونشطفه بعد النقع تاني بمية هادية. وخطوة النقع خطوة مهمة علشان ما تاخدش وقت اطول في السوا على النار. كده خلاص جبت البليلة بعد ما نقعتها وشطفتها بعد النقع كمان وصفتها من المية. وهجيب حلة كبيرة واحط فيها البليلة والمية، ولازم المية تكون كتير ومغطية البليلة كويس جدا. دلوقتي البليلة جاهزة للتسوية. البليلة سهلة جدا في تسويتها. هنحط البليلة على النار لحد ما تغلي وهنطفي عليها ونسيبها ساعة. بعد كده نكرر الحركة دي مرتين كمان. اهم حاجة وهي بتغلي تكشفي غطا الحلة عشان ما يدلقش مية على البوتاجاز. وقت التسوية بالكامل هياخد في حدود ساعتين مش اكتر. يلا بينا نحطها على النار. هنا حطيت القمح على النار وغلت دقيقتين. هقلبها تقليبة بسيطة وهطفي عليها وهسيبها ساعة. وبعدين هكرر نفس الحركة مرتين او 3 لحد ما الاقيها استوت. وهقلبها تقليبة بسيطة كل شوية، ولو لقيناها ميتها قلت هنزودها شوية مية مغلية. كده البليلة خلاص خلصت واستوت كويس جدا ومفلفلة كده وجميلة زي ما انتوا شايفين. تعالوا نشوف بقى ازاي هنقدمها وهندلعها عشان يطلع طعمها يتجنن. دلوقتي بقى هندلع البليلة. دي البليلة بعد ما استوت زي ما انتوا شايفين هي كده خلاص خلصت، وممكن تتاكل كده عادي، يعني تحطوا عليها سكر وخلاص هي كده خلصت. بس احنا بقى عايزين ندلع البليلة ونقدمها بشكل حلو قوي. الاول هيبقى معانا كوباية لبن وكيس فانيليا وزبيب وجوز الهند ومكسرات مشكلة لو متاحة عندك، وطبعا البليلة بتاعتنا اللي احنا لسه عاملينها. هنحط البليلة في الحلة ونضيف عليها كوباية اللبن وكيس الفانيليا، وممكن تحطوا سنة قرفة بدل الفانيليا برضو هتبقى ريحتها حلوة قوي. وكمان هنحط شوية زبيب. انما بقى جوز الهند والمكسرات هنحطهم في الاخر وقت التقديم علشان ما يتبلوش من السخونية اللي هنحطها على النار. وطبعا هنحط السكر ونظبطه على حسب الرغبة. وبعدين نحطهم على النار ياخدوا غلوة واحدة بس، وبعدين نطفي عليهم ونقدمهم ونحط عليها المكسرات وجوز الهند. دي احلى طريقة لتقديم البليلة، وكمان كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي بتزود القيمة الغذائية بتاعتها. احنا خلاص ظبطنا السكر بتاعها، ويستحسن كمان ان احنا نستخدم عسل نحل عشان الفايدة تبقى اكتر واحلى بكتير. انا هخليها تاخد غلوة واحدة بس على النار، طبعا عشان احنا في الشتاء فهتبقى جميلة جدا وهي سخنة. دي كده البليلة بعد ما خدت غلوة على النار مع اللبن والزبيب والسكر، وزي ما اتفقنا جوز الهند والمكسرات هنحطهم في الاخر. نحط البليلة في كاسات التقديم. هقول لكم بقى على شوية فوائد للبليلة. البليلة بقى مفيدة جدا للهضم عشان فيها نسبة عالية من الألياف، ولما بنحط عليها لبن وفاكهة وعسل بتعتبر وجبة متكاملة العناصر الغذائية، ومفيدة جدا للأطفال، وبتبقى جميلة قوي في الفطار وبتدي طاقة عشان نبدأ بيها اليوم بتاعنا. كده انا خلاص حطيت البليلة في اطباق التقديم وحط عليها المكسرات وجوز الهند. بجد لازم تجربوها وهتبقى اساسية عندكم في الفطار عشان تديكوا طاقة لباقي اليوم. اعملوها وقولولي ايه رأيكم في الكومنتس. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وتابعونا على الفيسبوك وانستجرام وتيك توك، وورونا الوصفة طلعت معاكم ازاي. وبكده نكون عملنا احلى بليلة وبالهنا والشفا.